وأهلا بكم إلى النشرة الجوية نستهلها بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ سحب كثيفة وغير مستقرة بمنطقة الشرق بالريف وكذلك بالأطلس. وارتباطا بهذا، في نشرة خاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المستوى البرتقالي، تتوقع نزول زخات قوية وأحيانا رعدية بمقاييس تتراوح ما بين 25 و 45 ملم إلى غاية السادسة من صباح الجمعة بكل من جرادة في جيجرسيف توريرت إفرانتسا ببولمان صفرو وكذلك بميدلت. وغدا بحول الله بشمال المملكة من المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات أحيانا رعدية بغرب الواجهة المتوسطية بمنطقة الريف بالأطلس المتوسط وبشمال منطقة الشرق، فيما ستهم زخات متفرقة وعواصف منطقة السيس وكذلك هضاب الفوسفات مع انتشار سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل. هذا وستهب رياح قوية مع رفع بعض الزوابع الرملية بجنوب المنطقة الشرقية وبفيجيك ستصل درجات الحرارة خلال الليل ستصل إلى 19 درجة، وستسجل كذلك بطنجة 14 درجة، ببوعرفة 13 درجة، بوجدة 8 درجات، ببولمان 9 درجات، بإفران و18 درجة ستسجل بالرباط، بالدار البيضاء وبمدينة الحسيمة وكذلك بالسعيدية. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح بين 22 درجة بوجدة، 19 درجة بالناظور، 20 درجة بفاس ومكناس، 22 درجة بتونات وكذلك بوزن والعرائش، 27 درجة بالجديدة، 21 درجة بخريبكا و26 درجة بمدينة سطات. بوسط المملكة يتوقع دائما أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات أحيانا عاصفية بشمال الأطلس الكبير مع انتشار سحب منخفضة وضباب بالقرب من السواحل. هذا وستهب رياح نسبيا قوية بجل المناطق الوسطى وكذلك بالأطلس وبالجنوب الشرقي مع رفع بعض الزوابع الرملية. بالجنوب الشرقي وبالراشدية ستصل درجات الحرارة خلال الليل ستصل إلى 20 درجة، 21 درجة بأرفود وبمدينة طاطا، 22 درجة بساغورا، و16 درجة ستسجل بترودانت، أكادير، بالصويرة وكذلك بكلمين. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 36 درجة بزاغورا، 33 درجة بورسسات، 21 درجة ببني ملال، 29 درجة بمراكش، 26 درجة بأسفي، و22 درجة ستسجل بحول الله بمدينة سيدي إفني. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. بالزاق ستصل درجات الحرارة خلال الليل إلى 17 درجة، وستسجل كذلك بطنطان 20 درجة، بطرفاية و19 درجة بالعيون، بسمارة وببكراع، و18 درجة مرتقبة بجلتة زمور. درجات الحرارة خلال النهار ستسجل 31 درجة بسمارة وببكراع، 28 درجة بالعيون، و26 درجة ببوجدور وبمدينة الطرفاية. بأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع دائما أن تكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب. كما نلاحظ درجات الحرارة ببئر أنزران خلال الليل ستسجل 20 درجة، 19 درجة بأوسرد، 17 درجة بالدخلة، و18 درجة بمدينة القويرة. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 25 درجة بالدخلة والقويرة، و32 درجة ببئر أنزران وكذلك بأوسرد. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم السبت من المتوقع بحول الله أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات رعدية بالأطلسين المتوسط والكبير بمنطقة الريف وبالهضاب العليا الشرقية، هذا مع نزول قطرات مطرية جد ضعيفة بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية، وستنتشر كتل ضبابية بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع بجل المناطق. وأيام الأحد وكذلك أو يومي الأحد وكذلك الاثنين ستهم أمطار أحيانا عاصفية ولله الحمد منطقة الشرق وكذلك المرتفعات ومناطقهم المجاورة. وابتداء من يوم الثلاثاء بحول الله ستكون الأجواء متقلبة مع نزول أمطار محلية بالمناطق الشمالية وكذلك الوسطى والشرقية وبمنطقة الأطلس. ودرجات الحرارة خلال النهار دائما ستشهد بعض الارتفاع الطفيف.
أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، لكم مني ومن